بحياتك ما راح تسلم من أذى الناس نهائيا. راح تشوف اللي يتكلم عنك من وراك، واللي يعاديك، واللي يحاول كثر ما يقدر أنه هو يشوه سمعتك. حاسد وحاقد، لا تلتفت له. النار إذا ما لقت أحد تاكله تاكل نفسها. لا تغتر بغناك لأن ياما ناس أغنياء صاروا فقراء. لا تغتر بصحتك لأن ياما ناس أصحاء طاحوا ومرضى. ما دامت الدنيا لحد عشان تدوم لك أنت، فدايما علق قلبك بالله، فهذه هي الدنيا. أنت دايما مسؤول عن الكلام اللي يطلع منك وبس. أما الناس شنو فسروا الكلام، شنو قالوا عن الكلام، أنا مالي شغل فيهم. اختر حسن الكلام وصف النية وتكلم باللي تبيه، وثق تماما أن اللي بيفهمك غلط لو تقعد تبتسم راح يفهمك غلط. لما تعطي الحب والاحترام والتقدير حق ناس وبالأخير تلاقي نفسك أنك أنت خذلت، لا تزعل وتتضايق. هم عملوك على أصلهم وأنت عملتهم بأصلك، وكل من يقع على شاكلته. نظرة الناس لك مختلفة، اللي يشوفك سيء، اللي يشوفك أنت ملاك، اللي يشوفك أنت ولا شيء، وحده الله سبحانه وتعالى اللي يشوفك على حقيقتك. فدايما جمل حالك لله سبحانه وتعالى، وإذا جملت حالك لله تأكد أن حالك راح تتجمل عند الخلق وغصبا عليهم. مو ضروري لما شخص يتغير عليك يعني لقى بديل مكانك. يمكن أنت بتصرفاتك أنت غيرت مكانك بقلبه، فراجع تصرفاتك وتعرف من الصح ومن الغلط. الطفل لما يلبس وانت بكرامة حذاء كبير حجمه وايد أكبر منه، مو معناته أنه هو راح يخطي ويمشي خطوات كبيرة، لا، معناته أنه راح يتعثر وراح يطيح. فدايما لا نتسرع بخطواتنا وناخذ خطواتنا برزانة ونفكر هذا. أبدا ما هم من الأدب أنك تجرح قلوب الناس وتقول والله أنا صريح. في فرق بين الصراحة والوقاحة. مو معناته لما احنا نسكت احنا ما نقدر نرد عليك، لا نقدر، لكن اتبعنا معادلة تجاهل الجاهل. لكل إنسان رئتين داخل جسمه، لكن في رئة ثالثة خارج جسمنا نستعين فيها وايد، خاصة لزاد الحمل علينا، ينفع يشفع ويرفع. القرآن أرجوكم لا تهجرونه.